السنة دي مختلف عن أي موسم رمضاني عدى، علشان السنة دي معظم المسلسلات ما فيهاش مط في الأحداث، لأن أغلب المسلسلات 15 حلقة، فكل مسلسل مركز إنه يعرض الفكرة بتاعته من غير مط، وكمان عشان معظم المسلسلات إنتاج منصات زي شاهد ويانجو بلاي. فخليني أقول لك عن تجربة شخصية إيه المسلسلات اللي تشوفها وتتمزج بيها، بعيدا عن المسلسلات الشعبية اللي عرفنا منها وحفظناها. خلينا نبدأ بمسلسل خفيف كده أجواءه حلوة، ما أظنش حد فينا ما بيحبش أجواءه دي. مسلسل كامل العدد الجزء الثالث، النجاح الحقيقي لمسلسل قرر يكمل كذا جزء، وده بعد نجاح أول جزء ليه، ودي مش حاجة سهلة لأن أي مسلسل مصري بينجح وبيتعمل له جزء تاني في الأغلب بيبقى الجزء التاني مجرد جزء تجاري غرضه المكسب، ما عدا كام مسلسل كده من ضمنهم مسلسل كلنا بنحبه وهو موضوع عائلي. مسلسل كامل العدد مسلسل عائلي خلانا مرتبطين بيه وبأجواء العيلة، وخلى معظمنا نفسه يبقى عنده عيلة زي دي بسبب كمية المشاعر اللي فيه. طيب خليني أقول لك هو ليه حقق نجاح أكبر من الجزء الأول والتاني. من أهم الأسباب هي قصة المسلسل اللي قريبة من قلوب ناس كتيرة، كمان طريقة تربية أحمد وليلى لأولادهم وطريقة التفاهم اللي بينهم اللي أي حد نفسه أهله يعاملوه بيها، كمان تلقائية الممثلين إن تحس إنهم مش بيمثلوا وإن دي حياتهم بجد، وكمان الكوميديا الخفيفة اللي كانت موجودة فيه واختيار الممثلين اللي كان اختيار صح 100%. والمسلسل ما كانش مكتفي بالكوميديا بس، لا ده وصلك حتى مشاهد الحزن والدراما بشكل كويس هتخليك تحس إنك عايش معاهم. وأحسن حاجة اتعملت في الجزء ده إنهم ضافوا شخصيات جديدة اتعلقنا بيها، زي أخت أحمد اللي اكتشفنا مرة واحدة إنه عنده أخت، ويسبك اللي ربنا هداه ورجع ندمان لولاده، ودي كانت من الحاجات اللي مش متوقعة خالص. ومن الحاجات اللي خلت المسلسل يتشاف أكتر الأغاني اللي كانت فيه، زي أغنية لو رجع بيا الزمن ألف مرة لأحمد سعد. والله لو رجع بيا الزمان ألف مرة لأعمل نفس اللي عملته أنا تاني كل مرة والله. وأغنية كامل العدد لمحمود العسيلي. يا عم انت حبيبي وابن حبيبي وابن حبيبي، وبقول للدنيا بحالها حلو ان انت قريبي. والاتنين ترند على تيك توك دلوقتي. خلصنا من المسلسل ده ندخل على اللي بعده اللي اي حد ما شافوش فايته كتير، مسلسل اشغال شقه الجزء الثاني اللي الجزء الاول منه حقق نجاح كبير بسبب كميه الكوميديا اللي كانت فيه والشخصيات اللي فيه اللي بقت ترند، زي عربي اللي ماشي بينقط من بقه افيهات، والمشكله انها بتضحك مش افيهات مبتذله. انت الصيني سايب مليار ونص نسمة في الصين وجاي تتمسك هنا؟ علقوا لك نمر نمرونا يا عربي. لا حول ولا قوة الا بالله، ايه اللي حصل لك بس يا دكتور؟ اهدى بس اهدى. بس الراجل رخص نفسه قوي. سنة ولا 3؟ انا بص، لا الموقف مش مستحمل. طب بالراحه بس. بالراحة ما تجريش، في رضاء عربي مؤذية قوي على عينك. امسكه بس، البس امسكه. البس ما تقلقش، امسكه. الفوميه بتاعها مظبوط على الرخصة. اركب. هناخدك على المستشفى يفحصوك. لسه فحص السنة الجاية. عربي بقى. خلاص. طيب خليني اقول لك ليه المسلسل حقق النجاح ده وليه لازم تشوفه. المسلسل بيحكي قصه حياه طبيب شرعي، والطبيب الشرعي من الناس اللي المفروض كل حاجه في حياتها محسوبه ومفيش مجال للغلط. المسلسل بقى عمل عكس كل ده، وحياته كلها كانت مصايب في الشغل، ودي كوميديا الموقف لما تكون متوقع حاجه ويحصل عكسها. كمان مصطفى غريب اللي كان فيه كيمياء بينه وبين هشام ماجد. المسلسل ما كانش مقتصر بس على المصايب اللي بتحصل لهم في الشغل، كان كل حلقه واتنين بيجيبوا شغاله للبيت وتعمل لهم مصيبه ويمشوها، فكان مخلي المسلسل مليان احداث مش ممل. مسلسل كوميدي متكامل ينفع يتعمل منه اكتر من جزء، وعلشان كده عمل نهايه الجزء التاني مفتوحه علشان لو فكروا يعملوا جزء تالت منه. طيب المسلسل اللي بعده من وجهه نظري فهو مسلسل ما اتعملش زيه قبل كده في مصر، مسلسل تاريخي وفيه تخطيط وسرقه وكمان كوميديا. مسلسل النص اللي بيتكلم عن نشال مصري كان عايش فتره الاحتلال الانجليزي. المسلسل متاخد من روايه اسمها مذكرات نشال. احمد امين في المسلسل عمل دور النص وعمل اداء ولا اروع، وكمان المواهب الشابه اللي كانت في المسلسل اللي عملت ادوار كويسه، زي عبد الرحمن محمد اللي كان عامل دور زقزوق، وميشيل ميلاد اللي كان عامل دور اسماعيل. واجواء المسلسل اللي كانت محافظه على الشكل القديم وعرفت توصل الفتره الزمنيه للمتفرج، ودي نقطه كويسه في صالح المخرج. فخليني اكد لك انك لو بتحب المسلسلات التاريخيه الخفيفه هيعجبك المسلسل ده، لان قصته حقيقيه. نشال مصري تاب وبطل سرقه، لكن اخوه بيتحبس وبيبقى عايز فلوس عشان يخرجه، فبيرجع للنشل تاني، ومن هنا بتبدا احداث مليانه كوميديا ودراما وخطط عبقريه. وكان في نظر النشال ان هو كده بيعمل خير عشان بيسرق من الانجليز اللي محتلين البلد. والمسلسل قفل بنهايه خلتنا منتظرين الجزء الثاني، لكن الطبيعي بتاع احمد امين ما بيعملش جزء تاني، ومن زمان واحنا مستنيين الوصيه 2 والصفاره 2 ودلوقتي نص 2، فخلينا مستنيين. نيجي بقى للمسلسل الشعبي اللي ترند على تيك توك دلوقتي، واللي من وجهه نظري شايفه المسلسل شعبي مش تقليدي زي باقي المسلسلات الشعبيه الموسم ده. ولاد الشمس مسلسل فيه فكره واداء وتمثيل، بطوله مواهب شابه تستحق البطوله، مسلسل متكامل. المسلسل بيتكلم عن دار ايتام بيملكها بابا ماجد اللي هو محمود حميده، واللي بالمناسبه هو اكتر شخصيه شريره هتشوفها الموسم ده. بيكبر في الدار دي 4
4 اخوات، مفتاح وولعه وقطايف والمظ. بابا ماجد بيشغل عيال في الشمال وبيخليهم يعملوا برشام يوزعوا على الصيدليات، وبيخلي ولعه ومفتاح يقضوا مصالح بعيده عن الدار عشان ما ينزلش العيال للشغل. وطبعا مفتاح وولعه بيكرهوا بابا ماجد، وده بسبب اللي بيعمله في اخواتهم، وكل هدفهم انهم يمسكوا الدار مكانه ويخلصوا منه. قصته مليانه احداث تشدك كل حلقه، واحسن حاجه اتعملت في المسلسل انه ما اتعملش 30 حلقه، فبقى مفيش مط في الاحداث، مع ان الفكره دي لو كانت من سنتين بس كان ممكن تتعمل 30 حلقه وكان هيبقى فيها مط وملل. ده غير بقى المشاهد الدراميه اللي فيه واللي ماليه التيك توك دلوقتي، زي مثلا صاحب ولعه اللي اكتشف ان امه هتتجوز ولعه. ولا ايه معاك بطاقة؟ اصل اطلع بقى عشان تشهد على جوازة اخوك. شرف ليه؟ سيد اخويا الصغير. سحر المدام. مدام اه ايه ده؟ تعالي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ امي ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ يا ولا ابني وانا هوريك ولا. وطبعا بهاء سلطان اللي عمل لنا اغنيه يا صاحبي اللي فيها كميه احساس موصل معنى المسلسل. صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي، ده في ناس فكروش بتعبي وفي ناس بتنسى تربي. صاحبي يا صاحبي. ومن وجهة نظري دول يعتبروا أحسن 4 مسلسلات ممكن تشوفهم في النص الأول من رمضان، فيا ترى تتفرج على إيه منهم؟ تعالى بقى نتكلم عن المسلسلات بتاعة النص التاني من رمضان واللي بدايتها مبشرة. أولهم مسلسل نص الشعب اسمه محمد، من أول كام حلقة ليه وهو مليان ضحك وقلق كوميدي وأداء عصام عمر اللي حبيناه من مسلسل بالطو. المسلسل اللي قصته إن محمد مهندس تكييف بيحب زميلته في الشغل مع إنه متجوز وعايز يتجوز التانية من غير ما مراته تعرف، ومن هنا بتتخلق الكوميديا. مسلسل خفيف ولذيذ وأظن إنه هيحقق نجاح كبير على نهاية الموسم ده، عكس البرومو اللي ظلمه ما كانش مبين ايه الكوميديا اللي فيه. وبما ان المسلسل لسه مخلص فمش عايزين نحكم عليه بالتفاصيل الا لما يخلص، فخلينا نتفرج ونشوف. والمسلسل اللي برضه متفائله بيه وحاساه ممكن يبقى كويس هو مسلسل الغاوي بطولة احمد مكي. المسلسل بيتكلم عن شمس اللي كان بيشتغل في الحرام وتاب، بس رجع تاني للسكه بعد ما صاحبه مات مقهور لما اتنصب عليه وضيع سنين من عمره في السجن. وتقريبا ده اول دور لاحمد مكي نشوفه في السكه دي، واظن المسلسل هيحقق نجاح كبير، فخلينا نتفرج ونشوف. وبس كده حلقتنا خلصت، فقول لنا بقى اتفرج على ايه من اللي قلت لك عليهم، واكيد هيبقى في جزء تاني عن باقي المسلسلات اللي لسه بتتعرض ولسه ما خدتش حقها. فلو عايز الحلقه قريب قول لنا في الكومنتات.